كده زهقان، جات لي فكره رهيبه. يعني لو الاهلي عملها اقسم بالله الزملكاويه هيموتوا مجلوطين. كابتن محمود الخطيب، مش هم عايزين احمد عبد القادر وهيموتوا عليه، وعبد القادر عايزنا واحنا عايزينه والكلام ده. الاهلي يعرض عليهم احمد عبد القادر مثلا و800 الف دولار مقابل انه ياخد حسام عبد المجيد. بس اهو سهله. يعني انتوا مش عايزين احمد عبد القادر، خدوه وكمان هنديكم 500 الف دولار، 700 يا عم، 800 يا عم، وهندلعك وناخد حسام عبد المجيد، او نجيب الواد محمد شحات عشان ايه، كوكا مشي وخط الوسط عندنا فاضي شويه. فايه رايكم لو عملنا الصفقه دي؟ بجد بجد جمهور الزمالك هيموت مجلوط. يعني انا بقول لهم خدوا عبد القادر وخدوا فلوس وهاتوا حسام عبد المجيد، وبعدين ناخد حسام عبد المجيد من اي كوبري بقى لو هم رفضوا العرض. ولو خدوا عبد القادر اسمهم في الاخر ان الاهلي اصلا كان بعرضه على الزمالك، فتبقى روقان وكلاحه ليفل الوحش.